عادي خد المركز الاول، ولكن انا كمنتخب مصر صعدت الكاس العالم رغم ان الشوط الاول المغرب تسيده جاب جونين، الشوط الثاني مصر تسيدته جابت جون وضيعنا كميه فرص. منتخب المغرب كان ناقص يعمل حاجه، يروح يلعب مكان منتخب تونس علشان يجيب اهداف ويخرج منتخب مصر. مليون تريليون مبروك، صداره مغربيه ومنتخب مصر في كاس العالم في قطر. اللهم لك الحمد. انا عندي رساله لاخواتنا المغاربه، ادونا حظكم، الحظ اللي جالكم في الشوط الثاني الحكم يرجع ل3 ضربات جزاء الفار، مش عايز يحسب ولا ركله منهم، وفي الاخر منتخب اثيوبيا يجيب جون في الوقت بدل ضايع علشان تخرج تونس. ولو كانت اثيوبيا جابت هدف ثاني كانت منتخب مصر يودع وعلى ايد المغاربه. عايز اقول لكم والله بنحبكم، انتوا ليه بتعملوا فينا كده؟ منتخب مصر يصعد لكاس العالم رفقه منتخب المغرب في قطر نوفمبر وديسمبر القادم، ومن هنا خلاص احنا لعبنا اول وثاني وصعدنا سويا لكاس العالم. كنت اتمنى منتخب تونس يصعد في المركز الثالث ويلعب افضل توالت ويصعد لكاس العالم، ولكن هدف اثيوبيا في الوقت بدل ضايع قضى على احلام المنتخب التونسي ويخرج من بطوله افريقيا بلا اي اهداف. وان شاء الله ليه لا، منتخب المغرب يكمل لنهايه البطوله، منتخب مصر يكمل لنهايه البطوله ويتقابلا في المباراه النهائيه. ولكن منتخب مصر الشوط الثاني كان بصراحه ينقط، عامل كل حاجه في الكوره الا الاهداف مش قادر يحرزها. ولكن رسالتي للكابتن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر اللي حاول يقلل من المنتخب المغربي قبل اللقاء ويقول لك ده اضعف خط هجوم، ده اضعف خط دفاع، منتخب المغرب تعادل مع منتخب تونس ومصر فازت، فاحنا الاقوى، احنا اللي هنفوز ونكسر العقده. مفيش عقده يا ابني بتنكسر امام المغاربه، هيفضلوا حاطين علينا لحد ما نعمل قاعده ناشئين تعتمد على المهاره وليس على المحسوبيه. سلام. المهم درنا لباباهم سكاته وتأهلنا رسميا لنهائيات كأس العالم، واللي تيقلب على الاداء يمشي يشد لوطارو تما فين كاينه محطه الاداء. اما هاد افريقيا كتبغي هاد اللعب هذا اش بغيتو، وما يصرف الشوط الاول قريناهم الكره ماركينا عليهم 2 بيوت واعرين، وفي الشوط الثاني خليناهم تيجروا من مورانا اييه ماركاو هما داك البيت. حنا الريتم ديالنا هبط، ولكن المهم هو اننا ضربناهم وتأهلنا الربع النهائي وتأهلنا لكأس العالم. المنتخب المغربي يفوز على منتخب مصر في افريقيا تحت 17 سنه. انت جاي تكلمني على افريقيا تحت 17 سنه؟ يا عم انت عبيط. انا قالب الفيديو في نقطتين جوهريتين لاحظتهم او خدت بالي منهم في الكره المغربيه، ده مهم جدا. طبعا لازم تقول ان الاعمار اللي تحت ما بين المنتخبين بقى في تفوق مغربي واضح على منتخبنا في الاعمار اللي تحت. وطبعا ابرز انتصار هي الفضيحه في الاولمبياد، المنتخب المغربي كسب منتخب مصر ورزعه علقه جامده 6-0 واخد الميداليه البرونزيه. مش ده المهم. طبعا عايز اقول لك النهارده منتخب مصر لعب بشكل مميز جدا، الشوط الثاني كان ممكن يتعادل، ده مهم جدا. منتخبنا ظهر بشكل مميز جدا جدا، والاثنين صعدوا لكاس العالم الشباب في قطر. دي حاجات جامده جدا ولذيذه جدا. الله اللي جاي، والهدف جامد جدا وعجبني. عايز اقول لكم المنتخب المغربي او الكره المغربيه او الرياضه المغربيه بقى في حاجه اتزرعت في اللاعب المغربي وثقافه وعقيده مهمه جدا اسمها ثقافه الفوز وثقافه المكسب. انا مش رايح العب في البطوله دي، انا رايح اكسب البطوله دي. ثقافه الفوز وثقافه المكسب ده ناقص عندنا في الاعمار اللي تحت. عايز اقول لكم ان هذا الفيديو برعايه برنامج سند ويف لتحويل الاموال. برنامج يا باشا وانت ماسك التليفون تحول الفلوس، لو انت بقى في اوروبا، في فرنسا، في كندا، في امريكا، تحول الفلوس مثلا لحبايبك في مصر، في المغرب، في تونس. العيد جاي فعايز تبعت العيديه والناس عايزه تبعت فلوس لبعض، فبرنامج سند ويف لتحويل الاموال بيوفر عليك وقت ومجهود والفلوس بتتحول في نفس اليوم. برنامج امن جدا جدا، ولو استخدمت البرومو كود بتاعي سامي 20 هتكسب ايه؟ 20 دولار يا باشا. مفيش احلى ولا اجمد من كده. برنامج سند ويف برنامج جامد جدا جدا جدا. عايز اقول لكم ثقافه الفوز ده مش موجود عندنا في الاعمار اللي تحت.
انا رايح العب في البطوله وامثل منتخب مصر، بس مفيش ثقافه ان انا اخد البطوله دي حتى لو انا جامد. عايز اقول لكم النقطه الثانيه، الموهبه في الكره المغربيه. ابراهيم رباج صاحب ال 17 سنه واسيست خيالي امام منتخب مصر، هدف من 3 لمسات، عجبني جدا جدا. وعجبني ابراهيم رباج الموهبه القادمه بسرعه صاروخ، مغربي بيلعب في اكاديميه تشيلسي، عنده 17 سنه وشبه ميسي بالمناسبه، وبيلعب صانع العاب كمان. وهذه هي النقطه الثانيه، الموهبه والمواهب اللي بتطلع في الكره المغربيه. لايك مهم جدا ونظركم جدا ده فيديو فلو متابعه. سلام. دابا المدرب المسموم ديال مصر ديال اقل من 17 سنه سمعوا مزيان شنو قال لهم ان المنتخب ديالنا منتخب عادي وماشي شي منتخب تيخلع، وقال لهم اصلا هذا المنتخب المغربي بلا ما يحلم باللقب الافريقي، وخرج لينا عاوتاني نفس الكاسيطه اللي حنا صافي تعودنا عليها ديال التحكيم، وقال لهم حكاو الواد انا راه حضرتكم قبل من الماتش وحنا من هادشي كامل، وانا بعدا شخصيا غادي نقول لك شكرا. عرفتي علاش؟ حيت انت دابا درتي احسن حاجه من بعد ما المنتخب المغربي تأهل ربع النهائي، وهي عطيتينا واحد السبب باش نوصلوا حتى للفينال ونديو اللقب. فشكرا لك على التحفيز، اولا ما تنساش 2-1، وثانيا باش بغيتيني نذكرك ب6-0 ديال الاولمبيات ولا بالنتائج ديال العام اللي فات، وثالثا غنختموا بواحد البرقيه ديال الفنان ديالنا رفيق بوبكر، اذهب الى المنتخب المصري تحت 17 سنة يخسر في بطولة كأس الأمم الأفريقية من المغرب بهدفين مقابل هدف. في مباراة شفنا تفوق تام للمغرب في الشوط الأول، وشفنا تفوق مصري تام في الشوط الثاني. وفي إحصائيات المباراة عموما كان المنتخب المصري متفوق، وكان المنتخب المصري في الشوط الثاني يقدر يتعادل بل ويقدر يكسب كمان، ولكن كان في سوء توفيق رهيب في إنهاء الهجمات. وبكده منتخب المغرب بيصعد كأول المجموعة، والمنتخب المصري بيصعد كتاني المجموعة، برغم كمان من ان اثيوبيا كسبت تونس، ولكن فرق الاهداف كان في صالح المنتخب المصري. وبكده المنتخب المصري لسه مكمل في البطوله. ولكن النهارده والله كان في لعيبه عندنا كويسه جدا، يعني انا اللي خطف عيني كده لعيب اسمه دانيال تامر تقريبا، مش فاكر دانيال ايه بالظبط، بس الولد ده جميل جدا، الولد ده مهاري، اللي هو بيلعب برجله الشمال، لا الولد مهاري، الولد فعلا عنده كوره كويسه. وفي الاول وفي الاخر هارد لك للجمهور المنتخب المصري، والف مليون مبروك لجمهور منتخب المغرب الصعود.